في وقت من الأوقات نزلت صورة لفستان، في مجموعة من الناس شافوه بالأبيض وفي مجموعة من الناس شافوه بالأزرق، ورغم إننا عرفنا إن لون الفستان الحقيقي هو أزرق، إلا إن لحد دلوقتي لما نيجي نبص على صورة الفستان في ناس ممكن تشوفه باللون الأبيض. وليه ده بيحصل؟ بسبب عقلنا. في الحقيقة إحنا مش بنشوف الحاجات بعينينا. اللي بيحصل ايه؟ ان في ضوء بيخبط على اوبجكت او الشيء اللي احنا باصين له، فالموجات الضوئيه بتنعكس من الشيء ده لعينينا، فبتبدا عينينا تستقبل بس الموجات الضوئيه دي. وبتبسيط مخل اللي بيحصل ايه؟ ان الموجات الضوئيه دي بتتحول جوه لالكتريكال امبولسز او موجات كهربائيه. الموجات الكهربائيه دي بتحمل انفورميشن بتفضل تتنقل لحد ما بتوصل للفيجوال كورتكس عندنا. فبعد ما بتوصل للفيجوال كورتكس احنا بنقدر نشوف، او كأن بيحصل ريفليكشن للعالم الخارجي، لكن عينينا فعلا مش بتشوف. وفي خلال العمليه دي بيحصل بروسيسنج او معالجه بتتسمى color constancy. ببساطه تطبيق الكالر كونستنسي كان عامل ازاي في التجربه دي؟ لما عملوا تجربه على الناس اللي شافت صوره الفستان، فلقوا ان الناس اللي كانت بتتعرض للضوء الطبيعي بره كان عندهم تندنسي او كان بيميلوا انهم يشوفوا الفستان باللون الابيض، والناس اللي كانوا متعودين على الاضواء الصناعيه شبه الاضاءه اللي عندي ورا دي كانوا بيميلوا ان هم يشوفوا الفستان باللون الازرق. ده مثال بسيط لازاي عقلنا ممكن يبقى بيمانيبيوليت الحقيقه، او انه بيورينا صوره غير اللي فعلا حاصله في العالم الخارجي. بس تعالوا ناخد مثال تاني. لو انا قلت لكم ان احنا عندنا الاوضه دي فيها 30 شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي، نسبه ان يبقى عندي 2 عندهم نفس عيد الميلاد ممكن تبقى كام في المية؟ هل مثلا 70% ولا 50% ولا 30% ولا 10%؟ أعتقد نسبة قليلة من الناس اللي ممكن تختار 70% وهي مقتنعة. ليه؟ عشان إحنا في الحقيقة قليل لما بنقابل حد عنده نفس عيد الميلاد بتاعنا. بس لو استخدمنا معادلة رياضية عشان نشوف فعلا إيه الاحتمال الحقيقي، هنلاقي إن الاحتمال الحقيقي فعلا هو 70%. طيب ناخد مثال كمان. لو أنا قلت لكم الكائن ده بيبيض ولا بيولد، انتوا مش عارفين الكائن ده، بس ممكن بنسبة كبيرة تختاروا ان الكائن ده بيولد مش بيبيض. ليه؟ عشان معظم الحيوانات اللي انتوا عارفينها عندها 4 رجول بيولدوا، ولكن في الحقيقة الكائن ده بيبيض. في المثالين اللي فاتوا اللي حصل ايه بشكل سريع؟ ان عقلك دايما بيبريدكت، دايما بيتوقع. فلما حاول يتوقع نسبة الناس او حاول يتوقع الكائن ده بيبيض ولا بيولد، هو استخدم الماضي بتاعك والمعلومات اللي موجودة عندك عشان يتنبأ ويتوقع ده ممكن يكون ايه. وده بيبين قد ايه ان في معظم الاحيان انت بيبقى عندك انحياز كبير قوي ومقتنع بيه جدا، ورغم كده هو ابعد ما يمكن عن الحقيقه. اديكم مثال كمان يبين قد ايه السبجكتيفيتي او الفروقات الفرديه بين شخص والتاني ممكن تبقى بتلعب دور كبير قوي في الكيميكالز اللي جوه دماغنا. فمثلا ممكن نتكلم عن السكريات. معظمنا عارف ان السكريات بتسبايك الدوبامين او بترفع مستوى الدوبامين. لما بناخد سكر بيحصل 2 سبايكس للدوبامين. اول سبايك لما السكر يلمس لساننا. اول لما السكر يلمس لساننا بيبعت سيجنالز للريورد سيستم او نظام المكافاه ان في مكافاه داخله، فبيبدا يفرز دوبامين. وتاني سبايك بيحصل للدوبامين لما بيوصل معدتنا. وهنا في اشكاليه، ان الناس اللي مش بتحب السكر لما كان السكر بيلمس لسانها الريورد سيستم ما كانش بيجيت اكتيفيتد، ما كانش في دوبامين بيتفرز في اول سبايك، لان بالنسبه لعقلهم ده ما كانش ريورد، ده ما كانش مكافاه. المثال ده مهم قوي عشان احنا عندنا شخصين بيستقبلوا نفس المادة اللي هي السكر، رغم ان هما بيستقبلوا نفس المادة إلى ان التفاعل اللي حصل جوه في عقلهم تفاعل كيميائي اصلا كان مختلف من واحد للتاني باختلاف هو بيحب ده ولا لا. وده مثال بسيط قوي لازاي طريقة استقبالك للاستيمولاي او الايفنت او الحدث الخارجي اللي بيحصل قادر يلعب دور كبير قوي في التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في دماغك. في الحقيقة الأمثلة اللي أنا قلتها هي تعتبر متناقضة، فيها جزء عقلك هو اللي بيلعب الدور الأساسي فيه وبعد كده أنت اللي بتيجي، وفي المثال الأخير اللي أنا قلته أنت اللي بتلعب الدور الأساسي فيه وعقلك بيرسبوند على إزاي أنت استقبلت ده. وزي ما أنا متعود أقول لكم إن لما بنقابل حاجة فيها تناقض إحنا مش بنختار حاجة ونسيب التانية، بل بالعكس إحنا بنمشي بالاتنين، عشان الصورتين دول رغم إنهم متناقضين إلا إنهم بيبينوا لنا الصورة الكاملة، إن في حاجات إحنا اللي بنبقى متحكمين فيها واستقبالنا فيها بيغير بشكل كبير قوي في مخنا، والعكس صحيح، ان في حاجات عقلنا هو اللي هيبقى بيتحرك فيها من غير ما يسألنا عن رأينا. وهنا احنا بنبقى محتاجين ناخد بالنا ان عقلنا منحاز، عقلنا بيختار يفكر بشكل معين بناء على الماضي بتاعنا، فمحتاجين نقف ونكريتيسايز او ننقد اللي بيحصل قبل ما نتحرك فيه.